الفرق بين المشروع الحقيقي والمشروع اللي شكله حلو في الإعلانات وخلاص حاجة واحدة، مكانه على أرض الواقع. الفرق ده ممكن يكلفك سنين انتظار أو يزود قيمة استثمارك أضعاف. بص، أنا مش هقولك اشتري أو ما تشتريش، بس هقولك على 3 حاجات تقيم بيهم أي مشروع جديد. أول حاجة مكانه على الخريطة، وأنا مش بتكلم على مجرد العنوان، أنت لازم تسأل هل في شبكة طرق ومواصلات حواليه؟ هل في خدمات، مستشفيات، مدارس ومولات؟ هل في مشروعات حكومية جنب المشروع؟ لو المشروع معزول حتى لو شكله حلو، قيمته هتتأثر جدا في إعادة البيع. تاني حاجة، مين اللي ورا المشروع؟ مش بس الاسم، أنا بتكلم عن تاريخ المطور. على فكرة الأسماء الكبيرة مش دايما ضمان، الضمان بيبقى في حجم التسليمات ونوعية التنفيذ اللي بينفذوه، وطبعا التزامهم بالمواعيد. هل المطور ده اتأخر في تسليمات تانية؟ وتالت حاجة، الجدول الزمني وواقعية الأسعار. هل المشروع فعلا قابل للتنفيذ؟ طب سعر المتر منطقي بالنسبة للمكان ولا مبني على هايب وترند؟ لو حاجة تو جود تو بي ترو، يبقى أكيد في مشكلة وأنت مش شايفها. قرار الشراء قرار مهم جدا، لأنك بتجمد فلوسك وبتربط مدخراتك، ومن غير تحليل وفهم كويس للسوق ومن غير استشارة قوية ممكن ما تبقاش فرصة، لا دي تبقى خسارة.